السلام عليكم البنات، معكم نوارة. اليوم ما جيش نحكي لكم قصة سمعتيها، جيت نحكي لكم حاجة وقعت لي أنا شخصيا هنا في فرنسا، وحتى لدابا مازال كنفيق بالليل وكنتخلع. كان نهار السبت في شهر فبراير اللي فات، الشتا كتصب بالجد والبرد دخل لعظام مع الوحدة ديال الليل. الساعة كانت 12:05 بالضبط. عاد ساليت خدمتي ومشيت نجيب الكوموند. حومتي هنا قديمة شوية، والعمارة اللي ساكنة فيها 6 ديال الطبقات بلا سانسور. وانا كنطلع في الدروج سمعت واحد صوت بحال شي حد كيجر رجليه ثقيله بزاف. وصلت للطابق الثالث، شفتها امي فاطمه جارتنا. كانت لابسه ديك الجلابه الكحله اللي ديما كتلبسها، واقفه قدام باب دارها. الغريب هو ان امي فاطمه ماتت دفناها هذه سيمانه. انا بنفسي مشيت للعزاء ديالها، ولكن كنت واقفه قدامي. قلت لها بالرعشه فيا: السلام يا فاطمه، فين كنتي يا خالتي؟ وحشناك. ما جاوبتنيش، غير هزت راسها بشويه وشفت فيا. قسم بالله البنات، عينيها ما كانوش عينين بنادم، كانوا كحلين وفارغين بحال شي بير عامره بالظلام. ومن بعد دخلت لدارها. المشكله الباب ما تحل، دازت منه بحال شي دخان. دخلت لداري وانا كنترعد. قلت لراسي: نوارة راكي عييتي، بديتي تتوهمي من قلة النعاس. شربت كاس ديال الماء وجلست، ولكن قلبي ما بغاش يتهنى. على 3 ديال الصباح سمعت صوت الباب ديالها كيتقفل. طراخ نط كنجري للشرجم. حليت واحد شويه وشفت خيالها نازل في الدروج، نفس الجلابه الكحله، نفس المشيه الثقيله. انا بديت كنبكي، ماشي بالصوت، غير بالدموع كيطيحوا. قلت مستحيل، واش تنحماق؟ هزيت تليفوني وصيفط لصاحبتي مريم في المغرب وكتبت ليها: مريم، فيقيني كنحلم. ما جاوبتنيش حيت ناعسه. الصباح مع السعود هبطت نجري عند الحارس ديال العماره، سي بوشعيب، رجل كبير وعاقل. قلت لي: عمي بوشعيب، شكون ساكن في الشقه رقم 6؟ شاف فيا مستغرب وقال لي: بنتي مالكي؟ الشقه رقم 6 ديال المرحومه مي فاطمه الله يرحمها، الدار خاويه ونهار الجنازه ديالها، علاش كتسولي؟ حسيت برجلي ما بقاوش هزيني. رجعت لداري وحلفت ما نخرج منها، ولكن مع 12 ديال الليل سمعت صوت الكعب ديالها في الدروج، نفس الصوت، طق طق طق، كطلع وكيحبس قدام الباب ديالي. كتبقى شي 10 ديال الثواني ومن بعد كتكمل. طلعت لفوق السطح 3 ديال الليل وهي على هاد الحال، كل نفس الوقت نفس الصوت. وفي الليلة الرابعة ما قدرتش، قلت خاصني نوجد الموقف. وقفت مورا الباب ديالي وخليت العين السحرية محلولة. شوية قلبي كيضرني بحال شي موتور،
مع 12 و5 دقايق سمعت الصوت كيطلع طق طق طق. حبس قدام الباب، حبس قدام بابي. وهاد المرة البنات دقات دقة وحدة خفيفة، ولكن سمعتها في قلبي طق. بعدها حطيت شي حاجة قدام الباب ديالي ومشات كملت طلعت للسطح. بقيت شي ساعة كاملة ما حليتش الباب من الخلعة. مني جمعت راسي وحليت، لقيت قدام الباب لقيت المفتاح ديال دارها، المفتاح ديال الشقة 6، المفتاح اللي عطاتو ليا قبل ما تموت وقالت ليا انوارة الا توحشتيني غير اجي طلي عليا. من داك النهار الصوت حبس، ما بقاش كدوز، ولكن المفتاح مازال عندي هنا في داري. دابا انا كل ليله كنتسائل واش كانت باغا تقول لي شي حاجه، واش كانت محتاجاني في شي حاجه ولا لا. كانت باغاني نمشي عندها للدار خاويه. شنو بان لكم البنات؟ واش نفتح دارها ونشوف شنو كاين لداخل، ولا نخلي المفتاح ونحاول ننسى؟ كتبوا لي في الكومونتير شنو ندير، حيت قسم بالله مازال خايفه ناخذ قرار بوحدي. شكرا لكم بزاف اللي وصلت لهنايا. نتمنى تكون القصه عجباتكم ولا خلعاتكم. قولوا لي واش عمر شي واحد طرات لي شي حاجه بحال هكا؟ اللي طرات لي شي حاجه بحال هكا يكتبها لي في التعاليق. وشكرا، نتلاقاو في قصه جديده ان شاء الله.